شباب انا اترددت كتير قوي والله العظيم قبل ما اعمل الفيديو ده. عمال افكر اقول صلوا على النبي الاول، صلوا على النبي. عمال افكر اقول يا جماعه اعمل فيديو لا ما اعملوش. طب اخواتنا الاهلاويه هيقول ده بتزملك، واخواتنا الزملكاويه هيقعدوا يقولوا ده انت بتجيد فينا وبتغيظنا. بس انا توصلت لقرار اخير، انا هعمل الفيديو ده. مش ده اللي كان بيقول لكم، ولا اقول لك اسمعوا منه احسن. المركب لو فيها خرم هعرف ادور المركب وجواها الخرم على بلاطه كده. بس اتفضل يا كابتن احمد. ايه بقى حال النادي زي ما رؤى بيقول. اسمعوا كده رؤى بيقول ايه. انا فاكر جوميز بعد ما مشي كان حد اتكلم وقال ان هو كان بيدفع من جيبه عشان يجيب ميه باين. والله بلا ميه. عارف يعني ايه لما تبقى في معسكر ورايحين ماتش ازاز الميه في معسكر مثلا وطالعين على الماتش لو احنا عليها على الغدا وانا مثلا ازازه الميه بتاعتي ما شربتهاش وحضرتك ما شربتش الميه بتاعتك كانت بتتلم عشان تروح الماتش. لو مش مصدق يا صاحبي ان الدوله بتدعم الزمالك يبقى انت غلطان. شوف كده اسمع عمرو اديب بيقول ايه. نتحدث الآن بعد بيان النيابة الموقرة أننا نتحدث في أموال عامة، فخلاص أرجوكم ارفعوا بقى الحرج بتاع أهلاوي وزملكاوي ولا نتحدث عن أموال الدولة، نتحدث عن نادي للدولة، نتحدث عن تصرفات هامة جدا، نتحدث عن أموال كبيرة، نتحدث عن أموال كبيرة زي 3/4 مليار جنيه موجودين بيتم التساؤل حولهم. فاحنا الآن لسنا بصدد أرض نادي الزمالك ولا نادي الزمالك. سمعت يا صاحبي يا زملكاوي؟ سمعت بيقول لك 3/4 مليار مش مليون، مليار جنيه. سمعت كويس يا صاحبي. المدرب اللي اسمه جوميز ما خدش فلوسه، مش لك ما خدش فلوسه، بنتايج ما خدش فلوسه، اللاعب اللي هو المغربي اللي بتقول عليه روعه دوت ما خدش فلوسه. امال فين الفلوس يا شباب؟ فكروا كده، فكروا فين الفلوس؟ الفلوس راحت فين؟ برضه لسه بتجائر وبتدافع عن الزملكاوي، لسه بتدافع عن المجلس ده. طب اقول لك حاجه، اسمع مرتضى منصور. التوقيع مين اللي خده؟ احمد فرج الوطني اللي هو مين؟ محاسب ممدوح عباس اللي هو محاسب مين؟ محمود الجمال اللي هو محاسب مين؟ احمد عز بتاع الحديد اللي خرب مصر قبل كده، تمام؟ ده اللي بيوقع على الشيكات. خلاص؟ حضرتك مين اللي قال لك تبيع 30 فدان للناس دي وتقبض منهم 800 مليون والفدان ب 50؟ ده الفدان انت واخده بيعهم 8000 وثمنه 50000. عندي 6 مليار انت ضيعتهم. مش عايز النيابه تحقق؟ يعني مش عايز النيابه تحقق؟ اسمع يا زملكاوي، واشهد عليا ربنا، واشهد على كلام ربنا ان انا لا قصدي اكيدك ولا اخليك اهلاوي، لا بالعكس انت صعبان عليا عشان شويه ناس فسدت سارقين النادي وانت عمال تدافع عنهم وتقول الارض ارض ايه؟ اسمع مرتضى منصور بيقول لك ايه كده عشان بعض الجماهير الفرحانه قوي ورجعوا لنا يا ابني الاهبل هيرجعك لك الارض. خلاص لما ترجع ده انت داخل في مصيبه. اول حاجه مش هيقدر يبيع منها سنتي، لو بقى يحصل ايه؟ سحب تاني، ولو سحبك مش هترجع. خلاص؟ طيب نمره 2 حضرتك ملزم انك انت اول ما ترجع الارض تبني النادي وتبني الاستاد. معاك فلوس؟ لا هاخد منك الارض. بس نيجي بقى ده لو رجعت مصيبه على دماغه. ادي واحد 2 ثانيه واحده يا ابني. اي انا شغلانه بنت وسخ، انا هنولع فيكم يا اولاد اللذين. يا انا مين اللي هيدفع الفلوس دي؟ مش عايزك تتساوى وتدافع عن ناس فاسده زي دي. انا بس عايزك ان انت تحكم عقلك، مش تنساق وراهم وكل شويه الساعات يا خطيب، الساعات يا خطيب. تمام؟ لا ما ينفعش الكلام ده. حكم عقلك يا زملكاوي، حكم عقلك. ويطلع واحد تافه مع مجدي عبد الغني يقول لك الاهلي عليه ضرايب. يا محمد خليك في مصيبتك الاول، خليك في مصيبتك الاول. مشكلتك يا زملكاوي ان انت مش عايز تشوف الزمالك حلو او عايز تنجح الزمالك، لا انت بس مشكلة اكبر هم بتفكر فيه واكبر حاجه واكتر حاجه بتفكر فيها ازاي تفشل الاهلي وازاي تخلي الاهلي يخسر وازاي تخلي الاهلي واقع. في اخر الفيديو تحكم عقلك كده ولو اقتنعت بكلامي اعمل لايك يا عم بقى وشيروه. ظبط كده. يلا يا باشا، السلام عليكم.